السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن صحة وافضل حال، اللهم امين. فيديو جديد على القناة. لو انتي اول مرة بتشوفيني فاهلا وسهلا بيكي، وجودك شرفني جدا ونورني. لو اول مرة بتشوفي فلو عجبك كملي لي النهاية، وكمان ما تنسنيش في لايك حلو من ايدك جميلة. ولو ما انتش مشترك في القناة فياريت تشتركي فيها وتفعلي كمان زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة فيديو تهيئة ليوم الخميس، او بمعنى اصح انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده علشان خاطر لما ينزل لكم يكون لسه يوم الخميس مجاش، فتبداوا ان انتوا تهيئوا نفسكم ليه. النهارده روقت الشقه وظبطتها من الصبح بدري جدا، او بمعنى اصح بعد ما جيت من الشغل. انا باجي يعتبر مش بقعد كتير في الشغل، يعني بقعد مثلا اربع ساعات ولا حاجه، وبعد كده بروح والشغل جنب البيت، فيعتبر الموضوع مش مرهق جدا ليا يعني. فبرجع بيتي بريح شويه، وبعد كده بقوم اجهز اكلي واخلص مواعيني واظبط مطبخي، وبعد ما اخلص خالص ابص على شقتي اشوفها محتاجه ايه بعملها. انا في الوقت دون كده كنت خلصت كل اللي ورايا، ما كانش عندي تاني اي حاجه. فاعمل ايه قلت لا خلاص بقى، يوم الخميس يوم الانس والفرفشه والدلع لنفسنا قبل ما يكون لاي حد تاني. راحتك النفسيه ودلعك واهتمامك بنفسك صدقيني هينعكس على غيرك. يعني هتلاقي نفسك كده بتدلعي غيرك ومبسوطه مع غيرك وبسطه غيرك. طول ما انت بسطه نفسك هتبسطي غيرك. فاسمعي مني الكلمتين دول علشان خاطر لما تعمليهم تدعيلي كده دعوه حلوه. انا بعد ما خلصت الشقه وروقتها وظبطتها قمت، كان صلاه العصر، كان العصر لسه ما اذنش كده وكان بدا ياذن يعني وكده. قمت اتوضيت وصليت العصر وقعدت قرات الورد بتاعي، ما كنتش لسه قراته فقمت قراته، وقلت لازم اعمل حاجه حلوه للولاد يشربوها. كان ابني عمال يقول انا عاوز عصير عاوز عصير، وبصراحه العصير بتاعي اليومين دول كله مغشوش. يعني هو كان جايب الى علبة عصير كانت تقريبا ب4 جنيه او ب5 جنيه، جاية بشرب منها، صدقوني كان عبارة عن ان هي مية بسكر بطعم اصلا مش باين هو طعم ايه. قلت لا، قومي يا بت واعملي لهم كوباية عصير حلوة كده يشربوها في عز الحر اللي احنا فيه ده. وصدقوني الحر ده محتاج عصير، محتاج حاجة حلوة، محتاج كلمة حلوة، محتاج شاور جميل يغير خالص اليوم بتاعنا. عملت العصير وصبيته في ازازه كده وحطيته في التلاجة، قلت عشان خاطر لما نحتاجه يبقى موجود جاهز. وقمت بقى الجو كان حر كده ومكانش حد معايا في البيت تاني، فقلت لازم انا ادلع نفسي ازاي؟ كل واحده عارفه هي بتدلع نفسها ازاي. شوف جسمها محتاج ايه وتشوف بشرتها محتاجه ايه، ظبطي الاتنين دول هتبقي رايقه وزي الفل. قمت خدت شاور متين، عملت كده سكراب لجسمي بالدلكه اللي هي السوداني دي، تحفه جدا وريحتها حلوه، ريحتها كده عارفه انتوا حاجه كده عظمه يعني، حاجه كده قيمه كده. وعملت كمان سكراب لبشرتي، وكمان عملت ترطيب وغسلت بالغسول اللي مركون بقاله كتير، وكل واحدة بقى تقول نوع الغسول بتاعها ايه، وكمان ركناه في العراف كده زي ما انا كنت ركناه ولا لا. وغسلت بالغسول، وكمان عملت التونر وحطيت كده مرطب على بشرتي. وبصوا الدنيا كانت زي الفل. انت كمان يوم الخميس عندك ده يوم الراحة والدلع، هو ويوم الجمعة حاولوا اليومين دول. يعني هو يوم الخميس بتعملي فيه شغل، بتعملي فيه بتخلصي فيه الترتيبات اللي هي بتاعة البيت، وبتكنسي وبتمسحي لو محتاجة مسح، وبعدين اخر اليوم بقى بتقعدي لنفسك انت بقى وتظبطي نفسك انت واسرتك. عندك اطفال اقعدي كده معاهم، حميهم حمى زي ما انت بتستحمي كده، تاخدي الشاور الجميل، حميهم معاكي وهم كمان مش معاكي يعني. بعد ما انت تخلصي كل واحد فيهم كده ياخد الشاور بتاعه وتقعديهم جنبك. لو محتاجين يحفظوا قرآن بتحفظيهم، محتاجة تحكي لهم عن اي حاجة احكي لهم، اسمعي منهم، صدقيني هيفرق جدا في نفسيتهم هم كمان. ولادنا محتاجين ان احنا نقرب منهم وان احنا نسمع منهم كتير، نبعد خالص بقى موضوع التليفونات ده، عشان بصراحة كان يعني التليفون ده سبب في حاجات كتير جدا لأطفالنا. فاللهم احفظهم يا رب ويبعد عنهم اي حاجة وحشة. فياريت نقرب تاني لولادنا، ياريت اللي كان اهالينا بيعملوا معانا نرجع نعمله تاني، لان فعلا اولادنا مسؤولية تامة منا. واحنا بدأنا ان احنا يعني والله الدنيا هي اللي بدأت تشغلنا وتبعدنا شوية،
فبقينا ان احنا يعني نلهيهم عننا باننا نديهم التليفونات. فياريت الموضوع ده يقل شويه، حتى خليهم كده يوم الخميس ده خلاص نفصل خالص التليفونات، ونقعد كده مع نفسنا ونقعد نتكلم مع نفسنا ومع اولادنا. هيغير جدا من نفسيتنا. نوع الغسول ده تحفه جدا، وكمان التونر ده سعره مش غالي بس جميل قوي قوي. قمت بقى كده وطلعت كده طقم جميل ليا بحب البسه. يعني ببقى مبسوطه كده وانا لابساه. وطلعت كمان السبراي بتاعي والبرفيوم بتاعي المفضل بتاعي، وعملت بقى شويه حركات كده. قومي انت كمان يعني لما يجي بقى عليكي الوقت ده كده، عايزاكي تهتمي. مادام اهتميتي فاهتمي اهتمام كامل. يعني ايه اهتمام كامل؟ يعني مش حاجه كده على المشي وخلاص، لا. شوفي انتي بتدلعي ازاي، بتدلعي نفسك ازاي، واعمليه. اختاري نوع برفيوم تكوني بتحبيه جدا، وده عينيه ليوم الخميس او خليه للمناسبات الخاصه. لما تكوني عايزه تريحي فيها جسمك كده وتحسي بانتعاش وتحسي بباور، حطي البرفيوم ده. الكريم كمان ترطيب للجسم، ما تنسوش ترطيب جسمكم يا جماعه. يعني من اهم الحاجات سواء في الصيف او في الشتاء، ترطيب الجسم ده من اهم الحاجات اللي انت لازم تهتمي بيها. وكمان الشعر، يعني الشعر والجسم حاجتين اتنين من اسباب ريحة العرق اللي انت بتلاقيها ومنش عارفة هي ممكن تكون طالعة منين، من الشعر ومن الجسم. في اماكن في الجسم كده لازم تهتمي بيها وتشوفي يعني بتنضفيها ازاي وكده، ولازم تنضف كويس جدا عشان خاطر اي ريحه كريهه ما تبقاش طالعه منك انت، عشان انت عسوله واموره، مش لازم يكون طالع منك اي ريحه وحشه. وكمان الشعر، الواحده لما بتستحمى كتير طبعا او بتاخد شاور كتير، فالشعر طبعا ما بيلحقش ان هو ينشف، فاوريدي لازم يطلع منه ريحه. ففي برفيوم كده انا جايباه خاص بالشعر، يعني بحط منه بيخلي ريحه الشعر تحفه. جينا بقى بالليل، كنا خلاص كده العشاء اذنت وخلاص، يعني الدنيا راقت كده وظبطنا كده كل حاجه وقعدنا بقى. فايه قلت خلاص بقى لازم اروق على نفسي انا كمان. بعدت جبت كده شيتوس اللي هو الحراق ده، مين اللي بيحبه؟ يعني اللي بيحبه يكتب تحت ان هو بيحبه. وبعدت جبت لب وجبت قرص وجبت كمان نسكافيه. الموضوع كله ما كلفنيش 30 جنيه حرفيا. وقلت هنعمل بقى كوبايتين نسكافيه كده في جو رومانسي كده جميل. وكمان نعمل يعني المسليات بتاعتنا نحطها كده. وقعدنا بقى اتفرجنا بقى على مسلسل حلو، قعدنا نتكلم مع بعض انا وجوزي، بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش. هو كمان بيبقى في شغله وانا بكون في شغلي، وبرجع من الشغل تعبانه وعايزه اروق شقتي وعايزه اعمل واعمل في حاجات كتيره جدا بعدنا عن بعض. يا ريت نهتم بيها، يا ريت نهتم ببيوتنا، وقبل ما نهتم ببيوتنا نهتم بنفسنا احنا، نهتم براحتنا ونفسيتنا. عشان صدقيني لو جيتي وقعتي وكل الناس كانت حواليكي وجت تعمل بس اللي انت بتعمليه، مش هيقدروا يعملوه خالص، مش هيقدروا يهتموا بولادك نص الاهتمام اللي انت بتهتمي بيهم. فيا ريت تحافظي على نفسك، انت ملكة الدنيا كلها، انت ست البنات بحالها. خلي يوم الخميس بتاعك يوم الانس ويوم الفرفشه ويوم الدلع لنفسك انت. ربنا يحفظ بيوتنا كلها يا رب العالمين، ويحفظ اولادنا ويحفظ ازواجنا، اللهم امين. اشوفكم فيديو جديد قريب باذن الله، مع الف سلامه.